السلام عليكم الاخوان. هذه البنت كتشرح بواحد الطريقه تبارك الله ما شاء الله. المهم غتشرح لكم شي حوايج كيوقعوا لينا وما عارفينش شنو هو السبب، ما عارفين السبب من كيجينا هذا الشيء هذا. دونك المهم شي حوايج انا راني فهمتهم وشي حوايج عندي فيهم الشك، واللي فهم شي حاجه يخلينا في الكومونتير. المهم سمعوا الفيديو التالي راه تبارك الله عليها ما شاء الله. المهم شي حوايج هضرات عليهم شرحتهم بلي ديتاي. الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم. واش عمرك فكرتي انك تبحث في هذا الحديث النبوي وتفهم الدلاله ديالو؟ بما انه في الحديث النبوي جا مرتبط بالشيطان، وكنعرفوا باللي الشيطان هو العدو ديال الانسان الاول. يعني على الدم خصنا نديروا واحد علامه الاستفهام اللي هي كبيره، وخصنا نوقفوا عنده واحد الوقفه اللي هي طويله. المعلومات اللي عندنا عليه سطحيه بزاف، وفي الحياه ديالنا اليوميه ما كنتفكروش. الدم ماشي هو فقط وسيله لنقل الاكسجين والغذاء لجميع خلايا الجسم، ولكن كيتحكم بمستوى الطاقه ديالك، بالمناعه وبالمشاعر. الدم هو صلة الوصل بين العقل ديالك والجسد ديالك. اي خلل في الدم ديالك سواء في سموم، في نقص معادن، في امراض، فهادشي كينعكس مباشره على النفسيه ديالك وعلى الفكر ديالك. يعني الدم ماشي غير سائل اللي كيدوز في العروق، ولكن راه هو مجرى الحياه. بعض الباحثين في الابيجينيتكس كيقولوا باللي الدم كيخزن الصدمات النفسيه واللي كتبقى بصمه اللي تقدر تتورث للاجيال القادمه. يعني ان دمك هو حامل الذاكره الجماعيه. دمك ايضا كيتاثر بالموجات الصوتيه لانه مكون من 50 حتى 55% من الماء. يعني الكلام اللي كتنطق به او اللي كتسمعه، الموسيقى، الافكار ديالك، فكلها كترجم الاشارات الكيميائيه اللي كدوز ليك في الدم ديالك. يعني يمكن نقولوا باللي الدم هو وسط اهتزازي حي. ما تنساش باللي الفرح ديالك، الغضب ديالك، ستريس ديالك كلهما كيترجموا الهرمونات اللي كدوز في الدم ديالك واللي كيتغذوا به جميع الخلايا ديال الجسم ديالك. يعني ان الدم هو ماشي فقط ماده، ولكن مرايه للحاله ديالك النفسيه الداخليه. هادشي اللي خلى بعض المدارس الروحيه انها تشوف الدم هو اللي كيخزن الذاكره العاطفيه، والدماغ هو اللي كيخزن الذاكره العقليه او فاكس ميموري. ودابا اجي نربطوا هاد المعلومات كاملين التاثير ديال الشيطان. التاثير ديالو عليك كيكون عن طريق الوسوسه، يعني عن طريق الترددات الصوتيه. وهاد الوسوسه فهي كتستهدف الذاكره العاطفيه اللي كتكون مخزونه في الدم. ربي كيقولوا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وفي الصدر شنو كاين فيه؟ كاين فيه القلب، والقلب فهو مضخه الدم. هاد الوساوس كيتسبوا لك في مشاعر الغضب، مشاعر القلق، مشاعر الخوف، وهادشي كامل كيترجم الهرمونات اللي كدوز ليك في الدم. يعني دمك بعباره اخرى كيولي ضعيف، كيولي فريسه سهله. ولكن الدم اللي كيكون نقي بالذكر، هدوء، بالاتزان، فهو كيولي صعيب الاختراق. نسيتكم هذه الملاحظه وانا كنقرا سوره البقره. توقفت عند الايه اللي قالوا فيها الملائكه جعلوا فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. يعني بحال الخلق ديال ابونا ادم فهو ايضا كان مرتبط بالدم. يعني علاش تم الذكر ديال الدم مع الخلق ديال ابونا ادم؟ لحظه اخرى، فكلمه ادم ففي الاخر ديالها او الوسط ديالها راه كاينه كلمه دم. وهاد الملاحظه خلاتني انني نسول تشات جي بي تي عليها، ودابا غادي نبارطاجي معكم الاجابه ديالو. فاش ربي قال للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، جا الجواب اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. الملائكه ربطوا وجود الانسان بالدم مباشره، لان الدم كيساوي الحياه، وسفك الدم كيساوي تضييع الحياه. كانهم قالوا يا رب هذا المخلوق الجديد غادي يكون عنده قدره يسفك قوه الحياه اللي هي الدم. هنا الدم رمز ديال امانه الحياه اللي تسلمها الانسان. يعني ادم كيساوي الكائن المخلوق من الطين، الماده، والدم الحياه. حتى في اللسان العربي ادم فعلا كيتضمن كلمه دم، وكانها اشاره ان الدم جزء اساسي من تعريف الانسان. الانسان خلق باش يكون خليفه، والخلافه تعني الحياه، العمران والعدل. لكن بما انه عنده حريه يقدر يستعمل الدم او اللايف فورس اما للبناء او للهدم. لهذا الملائكه ركزت على يسفك الدماء. اخطر شيء ممكن يدير الانسان هو يضيع هذه القوه اللي ربي عطاها. وجود كلمة دم داخل آدم بحال إشارة خفية أن هذا المخلوق الجديد حياته مبنية على الدم. ومن هنا كنفهموا أن الدم هو بداية الحياة، فالجنين ما كيحيا حتى يبدا الدم الحبل السري يغذيه. الدم هو نهاية الحياة. الموت كيتأكد بتوقف جريان الدم. إذا آدم كيساوي الكائن اللي رحلته كلها مربوطة بالدم. خلق آدم ارتبط بالدم لأن الدم هو اللي كيحمل الحياة والذاكرة، وبه الإنسان يقدر يعمر الأرض أو يفسد فيها. حتى اسم آدم فيه دم كرمز أن هذا المكون هو أساس الوجود، وهذا كان هو الاستنتاج. زيادة على أنه ربي في القرآن محرم علينا الدم. دوش معايا واحد الحاجة، حتى في الريتوال ساتانيك وفي تقديم القربان فدائما كتلقى عنصر الدم موجود. واش هادشي كيعني انهم كيعرفوا الدم احسن منا؟ وفي النهايه ديال هذا الفيديو غنقول لك تهلا في الدم ديالك. الا كتحس بلي عندك نقص في الطاقه،
فحاول انك دير دي زاناليز سورتو ديال لي مينيرو، تشوف الحديد، تشوف المستوى ديال الزنك ديال النحاس، انك ترد البال للماكله ديالك، وانك ترد ايضا البال الحاله ديالك النفسيه والمشاعريه. ودابا كاع الاخبار كاينين في راسك.